هلو يا دكتور، ممكن القط يبقى سبب في ان انا يجيلي عقم او يحصل لي اجهاض في الحمل؟ طيب، واحده واحده عشان ما تخضيش. ممكن يكون سبب من الاسباب، بس ده في حاله ان القط يبقى مصاب بطفيل اسمه توكسوبلازموزس، اللي مشهور في مصر شويه بمرض القطط، او نقول عليه طفيل بيجي للقط وبيجي للبني ادم، وبيجي كمان في اللحوم او يجي للمواشي، فممكن يتنقل لنا في اللحوم اللي بناكلها. طيب، واحده واحده كده. خلينا نتكلم الاول. القط المصاب بيبقى عليه اعراض، وطبعا اي قط عندنا يبقى عيان، او لو استضفنا قط شارع من البيت ملوش هيستوري لازم نكشف عليه كويس قوي علشان ما يعديش القطط بتاعتنا ولا يعدينا. دي اول نقطه. تاني نقطه، القط بيتصاب ازاي يا دكتور؟ القط بيتصاب ان هو بياكل الطفيل ده من على خضروات او فاكهه او زرع، او يبقى الطفيل ده موجود في زرع او في جناين، او يبقى القط ده بيجيله الطفيل ده لما احنا ناكله لحوم نيئه، او حاجه زي اللانشون، زي الكولد كاتس. كلها لما اسهل حاجه المصريين بنعملها ايه؟ او لما القط يبقى جعان بنشتري له لانشون وناكله. طبعا اللانشون ده لو مش مصنع بطريقه هايجينيك انف او عليه الطفيل ده، سهل قوي ان هو ينقله للقط. ده اول نقطه. تاني نقطه، طيب لو يا دكتور القط فعلا مصاب او مش مصاب، او انا مش متاكده القط مصاب ولا لا، اعمل ايه؟ اول حاجه احنا ممكن نكشف عليه ونعمل له تحاليل نتاكد هو مصاب ولا لا، او نعرف بنسبه كبيره هو مصاب ولا لا. دي اول نقطه. تاني نقطه، طيب انا القط بتاعي مش مصاب بس برضو عايزه اخد احتياطاتي عشان احمي نفسي، اعمل ايه؟